تعالوا اوريكم تعديل معماري يبان ان هو بسيط جدا، لكن في الحقيقه التعديل ده هو اللي حيا المطبخ بتاعي. المطبخ ده كانت مساحته صغيره جدا وما كنتش عارف اوزعه كويس. الباب بتاعه كان في الاساس هنا، احنا نقلناه وخلينا الباب بتاع المطبخ هنا. طيب ده فادني بايه؟ ده فادني اني انا لما عملت الباب في النص كده قدرت استغل الجنب ده، وقدرت ان انا احط فيه الثلاجه بتاعتي واحط فيه الديب فريزر. دايما باب الحمام او باب المطبخ يفضل ان هو يكون في نص الجنب، او على الاقل بعد 70 او 80 سم من الجنب، علشان اقدر استخدم المساحه اللي هتكون كورنر مع الحيطه اللي جنبها. يعني انا لو الباب بتاعي ده كان موجود في مكانه هنا، اولا ما كنتش هعرف احط الثلاجه في المكان ده، وكمان ما كنتش هقدر استغل الجنب كله، يعني الجنب ده كله ما كنتش هقدر استغله، فبالتالي كانت هتبقى عندي مساحات مهدره كتير جدا. على عكس وجوده في المكان ده، انا ما فيش حاجه ضاعت معايا غير غير الجنب ده، او غير قيمه فتحه الباب. طبعا المطبخ بشكل عام طالع شكله حلو جدا. عندي هنا في الحوض السمارت ده من بيوريتي، وعندي برضو قدرت اعمل فيه الرخام مع نفس الباك سبلاش، خلى المطبخ شكله احلى واداله كمان وسع. وفي نفس الوقت طبعا عندي الشفاط البلت ان موجود من هانز، وعندي هنا البوتاجاز بشكل عادي. دي طبعا العلبه مشهوره قوي بتاعه اللي هي هتركب على الماسوره بتاعه الغاز، بتركب هنا على الماسوره بتاعه الغاز، فبالتالي الشكل بتاع الماسوره. فخليكم معانا علشان نشوف افكار جديده مع بعض.